السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل وصفة الكرنبيت المقلي بطريقة حلوة. الطريقة دي انا بحبها جدا وما بحبش في الكرنبيت اي نوع غير الطريقة دي. هنا الكرنبيت غسلاها ومفصصاها وهنزل بيها على المية المغلية. انا محطتش الكمية كلها، يعني حطيت كمية محطتهاش كلها عشان حسيتها انها كتير علينا، يعني عشان احنا آه، مش كتار، مش كتير، يعني كده 6 افراد. وحطيت كمون وملح، نزلت عليها بالملح والكمون. هسيبها تغلي. ودي كده المكونات عبارة عن توم وكمون وكزبرة، واخدة الورق بس وغسلاه ومنشفاه، وبيضتين ومعلقتين دقيق. هناخد المكونات دي وهننزل بيها على الهون. احط الثوم والكمون والكزبرة في الهون وادقهم كده لما انعمهم. كده انا هدق الخلطة في الهون وهنعمها. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده انا دقيت الخلطة، الثوم والكمون والكزبرة ونعمته. هنزل على معلقتين الدقيق بالمية، هرب فيها كده واعملها عجينة مش متماسكة ولا سايلة، بتكون عجينة كده مظبوطة. وافضل اقلب فيها كده وانعمها اهو كده. افضل اقلب فيها. اللي بيتفرج على الفيديو يا جماعة يحط له لايك واشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويسعى الكل عشان توصلي كل اشعارات ان شاء الله. كده انا هنزل على الدقيق بالثوم والكمون والملح والكزبرة الخضراء اللي انا دقيتها في الهون، وهضربهم مع بعض. وهنزل عليهم كمان بالبيضتين. لو حد يعني حابب يحط بيض اكتر مفيش مشاكل. انا حطيت بيضة كمان بس ما صورتهاش عشان الكاميرا كانت مطفية. كده انا هربهم مع بعض. وهنزل بيه الكرنبيت على الخليط ده. الخليط ده مظبوط، بصوا، لا سايب ولا متماسك. وتظبطي الحياج انت برضو على حسب ما انت بتحبيه. كده الكرنبيت استوى، وبنشره كده من المية واصفيه عشان يبرد كده واحطه في الخلطة. وبعد كده هجلي فيه. هي وصفة حلوة وجميلة، جربوها. انا يعني شفت طرق كتير للكرنبيت دي، احنا اللي معتمدينها يعني كده وبنحبها كده، ومتعودة انا عليها كده من ساعة ما عرفت اعمل يعني الكرنبيت وكده. بحب الطريقة دي، ما بحبش اي طرق تانية في الكرنبيت. كده طلعته وهيبرد وهحطه بعد كده في الخلطة اهو. وهنزل عليه كده بالزيت يكون سخن. حتى طاسة الجلية على النار وسخنة وزيت نضيف اهو. ونزلت عليه بالكرنبيت، هياخد لون ذهبي وتطلعيه.
كده بصوا انا بقلب فيه، خد اللون بتاعه الذهبي الحلو، قد مجرمش حلو خالص. وكده اهو خلصت الكمية كلها ورصيتها كده وجرنشت الطبق يعني عشان يبقى حلو، وكان مستوي شكله حلو ولونه ذهبي. وانا كده بوريهولكوا اهو مستوي كده، واقول لكم جربوه حلو جدا، مستوي حلو خالص يا جماعة، طعمه جميل تحفة، جربوه مش هتندموا.